بسم الله الرحمن الرحيم. المقارنة بين الأعداد النسبية. ضع علامة أكبر أو أصغر. أولا علشان أقارن ما بين أي عددين ما ببصش أول خطوة، ما ببصش على العددين نفسهم، ببص على الإشارة، موجبة ولا صفر ولا سالبة، يعني العدد صفر ولا موجب أو سالب. طيب أول حاجة هنا عندي موجب نص وناقص اتنين، أنا مش فارق معايا الأعداد، النص والاتنين دي مش فارق معايا العدد نفسه، يفرق معايا هنا موجب وهنا سالب. طبعا أي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب، يبقى بالترتيب كده، ترتيب خط الأعداد: السالب أصغر حاجة، بعدين الصفر، بعدين الموجب. كل ما بنمشي ناحية اليمين العدد بيزيد، يبقى سالب بعدين صفر بعدين موجب. طيب موجب 1/5 ولا صفر؟ طبعا الموجب اتفقنا ان هو أكبر حاجة، أكبر من الصفر وأكبر من السالب، يبقى على طول أكبر من. ما ببصش على الأعداد نفسها، أنا ببص على هو موجب أو سالب أو صفر. طيب صفر ولا سالب؟ أكيد الصفر أكبر، السالب ده أقل حاجة، يبقى السالب أصغر حاجة، بعدين صفر، بعدين الموجب، يبقى أكيد صفر أكبر من السالب. يبقى تاني السالب بعدين الصفر بعدين الموجب. ده لو كانت الإشارات مختلفة، هنا موجب وهنا سالب مثلا، أو هنا موجب وهنا صفر، أو هنا صفر وهنا سالب. طب لو كانوا زي بعض، يا الاتنين موجبين يا الاتنين سالبين، نعمل ايه؟ بنبص بقى على الأعداد نفسها أو على الكسرين يعني نفسهم. هنا موجب نص وهنا موجب تلت، الاتنين أعداد موجبة، فببص على ايه؟ على العددين نفسهم. علشان أقارن ما بين كسرين بنعمل ايه؟ الطريقة أسهل طريقة اللي هي بضرب طرفين في وسطين بالشكل ده، 1 في 3 يديني 3 بكتبها فوق الواحد. تاني حاجة 1 في 2 تديني 2 بكتبها فوق الواحد اللي هو البسط التاني يعني. دلوقتي بقى بقارن ما بين التلاتة والاتنين. طبعا التلاتة أكبر من اتنين يبقى أحط علامة أكبر من، ده معناه إن النص أكبر من التلت. ناخد مسألة تانية: موجب 1/7 وموجب 2/5، الاتنين موجب، يبقى بقارن ما بين الكسرين نفسهم. بقارن ازاي ما بين الكسور؟ طرفين في وسطين، يبقى أول بسط اللي هو 1 في 5 تديني 5، تاني بسط 2 في 7 يديني 14، هكتبها 14 فوق الاتنين. 5 ولا 14؟ طبعا 14 هي الأكبر، يعني 5 أصغر من 14، يبقى الكسر الأولاني هو الإيه؟ الأصغر. 1 ولا 7/8؟ لازم أخلي الاتنين كسرين، العددين عددين نسبيين، يبقى هخلي الواحد 1/1. أي عدد صحيح أقدر أعمله على واحد يديني إيه؟ يديني كسر أو عدد نسبي. يبقى لو 1 1/1، 2 2/1، 3 3/1، وهكذا. طيب دلوقتي برضو طرفين في وسطين، 1 في 8 ب8، و7 في 1 ب7، يبقى ال8 أكيد أكبر من ال7، يبقى الواحد أكبر من الإيه؟ من ال7 ال8. هنا بقى سالب وهنا سالب، برضو نفس الإشارة، يبقى عيني على العددين اللي موجودين. العددين هنا مش عددين بس ومش كسرين، لا ده حاجة كده ميكس ما بين الاتنين، عدد وكسر، يبقى اسمه عدد كسري. هنا عدد كسري وهنا عدد كسري. بقارن الأول ما بين ايه؟ ما بين الأعداد الأربعة والخمسة. هنا عندي 4 وهنا 5، مين الأكبر؟ طبعا الخمسة، أو يعني الأربعة المفروض أصغر من الخمسة. طب بالنسبة للسوالب، في الحقيقة الأربعة أصغر من الخمسة، إنما في السالب، في الموجب يعني الأربعة أصغر من الخمسة، في السالب الأربعة أكبر من الخمسة. يبقى بعكس العلامة اللي هي أكبر أو أصغر، لأن الاتنين علامتين سالبتين، فالأربعة هتبقى أكبر من الخمسة بالسالب. طب هنا 1 و5/6 بالسالب ولا 1 و2/3 بالسالب؟ بقارن الأول ما بين العددين، هنا 1 وهنا 1. طيب الاتنين قد بعض، يبقى ببص على الكسرين نفس الطريقة، يبقى على طول طرفين في وسطين. 5 في 3 ب15 طبعا بالسالب، 2 في 6 ب12 طبعا بالسالب، يبقى 15 ولا 12؟ في الموجب ال15 أكبر، في السالب ال15 أصغر، يبقى -15 أصغر من -12. ليه؟ علشان العلامة سالبة، يبقى في السالب بعكس، أكبر تبقى أصغر وأصغر تبقى أكبر. تاني 1/4 ولا 52/100؟ يبقى لازم الأول أحول 52/100 خليها كسر، ما أنا بقارن ما بين كسرين، ما بين عددين عشريين، يبقى لازم أخليهم في صورة كسرين.
ال52 من 100 هي 52 على 100. وبرضو على طول طرفين في وسطين، 1 في 100 ب100، 52 في 4 هتديني 208. يبقى بقى بقارن ما بين 100 و200 على 8، بما ان هما موجب فال208 هي الأكبر، يبقى 100 أصغر من 208. طب لو نفس المسألة بالسالب اللي هي طلعت بقارن فيها ما بين ال100 وال208، نفس المسألة، ناقص ربع ولا ناقص 52 من 100 اللي احنا خلينا 52 من 100 دي 52 على 100 وضربنا الطرفين في وسطين وطلع 100 و208، نفس المسألة بس بالسالب. يبقى هنا سالب 100 وهنا سالب 208. مين الأكبر؟ في الموجب ال208 هي الأكبر، في السالب ال100 هي الأكبر، سالب 100 هي الأكبر. بعكس، يبقى بحط هنا علامة أكبر، الناحية التانية في الموجب كنت حاطة علامة أصغر، يبقى السالب عكس الموجب. طب ناقص 6 على 5 ما بين خطين دول، الخطين دول بنسميهم ايه؟ الخطين دول قيمة مطلقة، اللي جواهم بيطلع بالموجب، سواء كان موجب سواء كان سالب، اللي جواهم موجب هيطلع موجب، سالب هيطلع برضو موجب. اوكي، يبقى ناقص 6 على 5 هيطلع ايه؟ بموجب 6 على 5. طيب دلوقتي بقارن ما بين موجب 6 على 5 وسالب، ما يفرقش معايا سالب ايه، يعني بقارن ما بين موجب وسالب، يبقى اكيد الموجب اكبر. كثافة الاعداد النسبية، يعني ايه؟ لأي عددين نسبيين مختلفين يوجد عدد لا نهائي من الأعداد النسبية المحصورة بينهم. ما بين أي عددين نسبيين في أعداد كتير جدا ما أقدرش أعدهم، عدد لا نهائي من الأعداد النسبية ما بينهم. هنا بيقولي أوجد عدد واحد من الأعداد اللي ما بين العددين 2 على 7 والعدد 5 على 7. ايه اللي ما بينهم؟ ايه الأعداد اللي ما بينهم؟ هات عدد واحد. عشان أجيب أي أعداد ما بين عددين نسبيين لازم يكون عندي المقام واحد. هو مديني المقام 7 الحمد لله، يبقى أنا بجيب بقى اللي ما بين الاتنين والخمسة، في 3 وفي 4، يبقى أقدر أقول 3 على 7 وأقدر أقول 4 على 7 طالما عندي مقامات موحدة. طب هنا بقى في المسألة، هات العدد اللي ما بين 5 على 6 و2 على 3. المقامات هنا مختلفة، علشان اجيب عدد في النص ما بينهم اعمل ايه؟ اوحد المقامات. ازاي؟ طريقة سهلة جدا. المقام اللي هو 6 بضربه في 3 والمقام ال3 بضربه في 6، كده اكيد المقام هنا هيبقى 18 وهنا 18. اتفقنا؟ هنا 6 وهنا 3، يبقى اضرب دي في 3 ودي في 6، يبقى المقام بقى 18 اللي تحت ده. طيب الكسر الاولاني انا ضربت المقام في 3، فاكيد لازم البسط يبقى في 3. ليه؟ عشان مغيرش 3 في 3، يبقى انا كده مغيرتش. نفس الكلام لما ضربت في 6 في المقام اللي هو 3 ضربت في 6، يبقى فوق كمان في البسط لازم اضرب في 6. طيب 5 في 3 ادتني 15، و2 في 6 ادتني 12. اللي ما بين ال 12 وال 15 في 13 وفي 14، وليكن هنكتب 14. هنا بقى عايزين 3 أعداد ما بين ناقص 3 على 5 وناقص 8 على 10. نعمل ايه؟ في عندي اختلاف في المقامات، هنا 5 وهنا 10. اتفقنا في المسألة اللي فاتت نعمل ايه عشان نوحد المقامات؟ ال5 هضربها في 10 وال10 هضربها في 5، فهيبقى المقام هنا 50، هنا 50 وهنا 50. يبقى المقام ال5 بضربه في 10، فبالتالي البسط بتاعه بضربه هو كمان في 10، يبقى ال3 في 10 وال5 في 10. والمقام اللي هو 10 هضربه في 5، فأكيد البسط لازم أضربه في 5، يبقى ال8 في 5. يبقى دلوقتي 3 في 10 ب30، 5 في 10 ب50. الناحية التانية 8 في 5 ب40، 10 في 5 ب50. كل الكلام ده بالسالب لأن العددين أصلا بالسالب. طب ايه اللي ما بين ناقص 30 على 50 وسالب 40 على 50؟ ما بين ال30 وال40 يعني 31 و32 و33 و34 لحد 39، طبعا بالايه؟ بالسالب لأن الأعداد سالبة، يبقى ناقص 31 على 50 ناقص 32 على 50 ناقص 33 على 50.